السيره ودي حكيمي، المغاربه كاملين راضيين عليك، والام ديالك والدعوات ديالها واقفين معاك. الدعوات ديال المغاربه كلهم جنبا الى جنب معاك ديما فين ما مشيتي. واش نقول لك الصراحه السي حكيمي، انت عزيز علينا والقلب الكبير، ودائما المغاربه واقفين معاك والدعوات ديالهم ديما كاينه مفرشه لك الطريق. اما تخاف من والو، راه هادشي اللي كدير لك هذا المحكمه الفرنسيه والقضاء، اما عندهم ما يصور منك، راه كيديروا لك غير تشويش باش يفقدوا لك التركيز ديالك، باش انت ما تبقاش مركز على كاس العالم وتشوش بالقضيه ديال الاغتصاب اللي كانوا متابعينك فيها. فلذلك كنطالبوا خويا حكيمي ما يدي على حتى شي حاجه، وخلي الامور تمشي عاديه، فاش يسالي كاس العالم وتفرغ لي نعم سيدي القضيه ديالك. وسيدي القضيه وما فيها، اليوم قدم الدولي المغربي اشرف حكيمي طعن، دار واحد الطعن قدام محكمه النقد الفرنسيه من بعد ما ايدات محكمه الاستئناف القرار ديال الاحاله ديالو على المحاكمه بتهمه الاغتصاب حسب مصدر مقرب من ملف لوكاله فرانس بريس. وهذه المحكمه الاستئناف في 19 يونيو اكدت ان حكيمي غادي يتحاكم قدام المحكمه الجنائيه بسبب قضيه راجعه ل 2023. هادو كاع ما كينساو هذا، وهي التهمه اللي اللاعب نفاها اكثر من مره، دائما تينفيها ولكن هما بقاو لاصقين، تيقولوا له انت درتي هو تيقول لهم لا انا ما درتش. وسبحان الله هذا القرار هذا ما لقى فوقاش يخرج، حتى السيد حكيمي غادي مع المنتخب مزيان في كاس العالم، واللي خلانا نتاهلوا حتى هو كان سبب من الاسباب باش نتاهلوا لدور 32 ونواجهوا هولندا، وجمعنا 7 ديال النقاط واحتلينا المركز الثاني في المجموعه الثالثه بفارق الاهداف فقط على البرازيل. ايوا من بعد القرار ديال المحكمه اكتب حكيمي في الحساب ديالو الاكس: كنت كنتسنى هذه المحاكمه من الاول، ودابا اخيرا غادي نهضر او غادي نقدر نهضر. المحاميه ديال حكيمي رفضت تعلق على الطعن اللي تقدم لمحكمه النقد، ولكن كانت سبق واكدت ان الموكل ديالها متشبت بالبراءه ديالو وعنده بزاف ديال الحوايج اللي غادي يقولها قدام المحكمه. والتفاصيل ديال هذه القضيه راه كترجع لفبراير 2023 ملي مشات شابه كان في العمر ديال 24 سنه للشرطه وصرحت بانها تعرضت للاغتصاب من طرف حكيمي، وحسب اقوالها كانت تعرفت عليه عبر انستغرام، ومن بعد مشات للدار ديالو في طاكسي طلبوا ليها هو، وكتقول انه باسها ولمسها بلا الرضا ديالها، ومن بعد اغتصبها. ومن جهتها قالت المحاميه ديال المشتكيه ان جميع القرارات القضائيه اللي صدرت لحد الان كانت في صالح الموكله ديالها، واكدت انها غادي تواصل الدفاع عليها حتى تاخذ العداله مجراها. شوف السي حكيمي، هادشي كامل راه غير تشويش عليك، انت غادي مزيان في كاس العالم، خليك مركز على كاس العالم، وهاد القضيه ديالك ان شاء الله غادي تتحل، وحنا ديما مغاربه مساندينك وداعمينك في اي خطوه درتيها. وديما حكيمي، وتحيه للمنتخب المغربي.